الناس اللي زعلانة مني وبتقول لي أنا كنت باتمنى إن أنا أكون ساكنة جنبِك عشان آخد منِّك شغل من البيت والكلام دوّة. بُصّوا يا جماعة، أنا مش عايزاكم توقّفوا حياتكم على ولا المنادين ولا غير المنادين عشان آخد منها شغل وأمشّي الدنيا. لأ، ما توقّفيش حياتِك، أنا خلاص ساكنة بعيد عنِّك، خلاص الموضوع انتهى، أشتغل أونلاين في أي حاجة يكون أهلي، صحابي، جيراني بيستخدموها. عشان في ناس كتير بتقول لِك أنا اشتغلت أونلاين، لأ ما فيش حاجة بتتباع. طيب أنتِ ما تشتغليش في حاجة هم مش بيستخدموها وترجعي تقولي ده أنا ما اتباعتش عندي أو مثلًا المشروع خسر. تمام، فأنتِ هتشتغلي من البيت في الحاجة. اسألي صحابِك، اسألي مثلًا جيرانِك، اسألي قرايبِك. طب أنا لو جِبت ملابس مثلًا إيه نظام، طب أنا لو جِبت مثلًا اشتغلت في كذا، في كذا، في كذا، إيه الدنيا، وشغّلي دماغِك شوية. تمام، وما تيأسيش، يعني ما تيأسيش، أنا جِبت حاجة وما نفعتش معايا، خلاص الدنيا وقفت، أنا مش هاجيبها تاني، أنا خلاص، أنا لأ ما باعرفش أشتغل، لأ ما تقوليش الكلمة دي. اسعي ودوري ويعني اشتغلي في كذا حاجة، ومش شرط تكون براس مال كبيرة. احنا ما بنقولوش نشتغلوا براس مال كبير، لا، حاجة تكون بسيطة بس كده تمشي الدنيا، ونكسب قليل عشان نبيع اكتر. وما توقفيش حياتك على اي حد تسأليه على شغل ويقولك مثلا مش موجود او انت بعيد عني وتيأسي ويجيلك احباط. لا، انا مش عايزاكي كده. وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيوفقك وهتكوني احسن واحدة في الدنيا دي.